بسم الله. النهارده هنعمل مع بعض قرنبيط مقلي. معايا هنا حبة قرنبيط متوسطة الحجم، وحطيت عليها معلقة من السكر ومعلقة من الملح ومية، وهسيبها انها تستوي يعني بعد الغليان حوالي دقيقتين بس. وبعد كده اصفيها واشطفها من المية السخنة عشان ما تزيدش في السوا. هبدأ اغطي عليها. على ما القرنبيط يستوي هبدأ اضيف اعمل الخلطة بتاعته، خلطة التغطية. معايا هنا حبتين من البيض، ومعايا فصين توم مفرومين، معايا هنا البهارات، معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة بهارات، نص معلقة فلفل اسود، وشوية بابريكا، ومعايا معلقة صغيرة من الملح. هبدأ ادوبهم مع بعض. بسم الله. خلطت البيض مع الثوم مع البهارات. هبدأ اضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا مع حوالي نص كوباية من الدقيق. هبدأ اقلبهم مع بعض. دلوقتي هقطع الخضرة اللي هي عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس، واضيفهم عليهم، واضيف عليهم شوية مية. قطعت نص حزمة من الشبت ونص حزمة من الكزبرة مع كمون بقدونس. نسيت اضيف حوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهبدأ اضيف عليهم حوالي نص كوباية من المية، واقلبهم كويس، وادوق الملح بتاعهم. اذا احتاج ملح هضيف تاني. هبدأ اعمل الخلطة. بسم الله. خلطنا الخلطة كلها. القوام بتاعها بيبقى كده، ما يبقاش خفيف عشان يمسك على القرنبيط. وظبطت الملح بتاعها. هبدأ ان انا دلوقتي احط الزيت على النار، وعندي القرنبيط خلاص اتسلق، انزله فيها وانزله في الزيت. هبدأ انزل بالقرنبيط في الخلطة بتاعتي. بسم الله. وعندي الزيت هنا على النار. احاول اعمله وردات صغيرة عشان يطلع مقرمش وما يبقاش شايل عجينة كتير. هبدأ انزل في الزيت. بسم الله. احاول ان انا انزل شوية كده عشان ميبقاش في عجينة. بسم الله. وهسويه على نار متوسطة على ما ياخد اللون الذهبي من كل الجهات. ما شاء الله القرنبيط اخد معانا لون ذهبي جميل جدا. هبدأ ان انا اشيله. اتمنى تجربوه. معلقة النشا والبيكنج باودر بيخلوه خفيف جدا، بيخلوه مقرمش. ما شاء الله. وتسمعوا الصوت. وان شاء الله تجربوه، وعليكم وعلينا بالعافية ان شاء الله.